فنان ملحن شاب رغم لون شعره رمادي، قدم ألحان لعدد كبير من أهل الفن في الدول العربية ولكبار الفنانين أيضا. استعمل الكلمة الشعبية والكلمة المعروفة، ثم أيضا كلمات على مستوى الشعراء. قدم ألحان جميلة وسوف نستمع اليوم إليه وإلى عزفه على الأكورديون، لأنه شهير أيضا كعازف أكورديون شهير، الأستاذ فاروق سلامة. مساء الخير. أهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أولا ربما قصرت في التعريف، وأعرف بأنه من الصعب على الفنان يتكلم عن نفسه، لكن كيف تعرف بنفسك؟ أعرف بأنك طموح جدا، وسنة 80 عندما قدمت للمرة الأولى الفنانة الكبيرة المطربة ميادة الحناوي كان الأستاذ فاروق سلامة موجود، وقال لي في الواقع سأقدم لحن للفنانة المطربة ميادة الحناوي. وبعد 4 سنوات كما أظن أو 3 سنوات قدمت لها لحن. هذا نوع من الطموح. ما هو هذا اللحن؟ ثم كيف يوفق فاروق سلامة بالانتقال من الألحان الضخمة إلى اللحن الشعبي؟ وأيضا لا أريد أن أقول أن اللحن الشعبي ملوش مستوى، ولكن هناك مستويات متعددة، من مستوى أم كلثوم والألحان الكبيرة إلى مستوى آخر وأغنيات شعبية نالت نجاح كبير، مثل أغنية يرددها الجميع حاليا خاصة في مصر وهي جوزي وأنا حرة فيه مثلا. فكيف يوفق فاروق سلامة تقديم أهلا فاطمة عيد، الاسم الأصلي والاسم الفني؟ لا، هو الأصلي فاطمة عبد الرحمن صالح. نعم. الشهيرة بفاطمة عيد. مين اللي قدم لك لقب فاطمة عيد؟ والله فاطمة عيد عشان عيد ده بيبقى ربنا يجعل كل أيامنا أعياد، أيام المشاهدين يا رب يا رب. يعني العيد مناسب في كل حاجة، عيد الأم، عيد الطفولة، عيد الميلاد. فطبعا لقيت العيد ده طبعا اسمه مفرح. حلو. واللي اختاروا ليا جوزي شفيق الشايب، العميد شفيق الشايب. وبدأت الغناء من كم سنة؟ أنا بدأت منذ الطفولة. لما بدأت بتقديم أغنيات لمن قبل أن تكون لديك أغنيات خاصة بك؟ وأنا أعرف فاطمة في كل بلدان العالم في الغرب عندما يبيع فنان 1,000,000 أسطوانة له جوائز كثيرة، الأسطوانة الفضية، الأسطوانة الذهبية إلى آخره. وعرفت من تحرياتي الفنية في استوديو 85 بأنك بعتي أكثر من 3 ملايين كاسات، هل هذا صحيح؟ وما هي الجوائز التي نلتيها؟ والله بالنسبة للجوائز لغاية دلوقتي يمكن ما أخدتش جوائز. أستاذ فاروق، والكل يعرف بأنه لك صوت مميز وعدد من المشاهدين بالانتظار لنستمتع بهذا الصوت المميز، فماذا سنقدم للمشاهدين بمرافقة الأستاذ فاروق على الأكورديون؟ الأستاذ فاروق عمل لي أكثر من أغنية يعني نحن نعتز بك بصوتك وأصوات أمثالك، وسوف نقدم التحية للأعزاء المشاهدين. يا لا. أستاذ فاروق، لكي يستمر الفنان مطربة أو مطرب، ما هي الشروط التي يجب أن يحافظ عليها لكي يستمر قبل أن يفور أو يثور عليه الجمهور؟ لازم المطرب أو المطربة اللي عاوز يحافظ على مستواه. أستاذ جورج سيدهم، تعود الجمهور العربي أن يتلقى منك دائما إن كان على المسرح أو من خلال الشاشة البسمة والسرور والسعادة. هذا أثمن شيء يمكن أن يقدمه إنسان للآخرين. فكما قلت في البداية بأنك واحد من ثلاثي أضواء المسرح، ولكن اسم الله قد 4. 3 أرباعك فن، وربع الآخر أيضا حضور وشخصية ومحببة. يا ترى لو بدأنا بسؤال خارج لا يخلو من الفن ولكنه نوعا ما بعيد عن الفن، لو عزمك المخرج حسيب يوسف على أكلة المنسف ماذا تقول؟ أرحب بيها جدا، لأن أنا مجربها هنا أساسا. لا يعني هنا يعني بياكلوا بإيد واحدة، إحنا كنا بناكل بال10 يعني، وما شاء الله يعني صحة. والملعقة الواحدة فيها 577 كالوريز افتكر. لا أنا ما بعدش، لو عديت هتعب قوي يعني. إذا تحب الأكل؟ أنا أحب الأكل. ومن هو الذي أو الفنان الذي يضحك جورج سيدهم؟ أنا اللي بيضحكني من الجيل اللي قبلي
نجيب الريحاني. عملت مسرحيات كثيرة طبعا، وهل هنالك مسرحية عالمية لكاتب أو لكاتب عالمي مشهور حبيت كثير دورك فيها، وما هي؟ الكاتبة العالمية الراحلة أغاثا كريستي، والتي كانت تحب كثيرا مصر وأثارت مصر وقدمت عدة قصص مستوحاة من مصر. هل هنالك مسرحية أو دور معين لفنان معين في إحدى قصص أو روائع أغاثا كريستي كنت تود أن تقوم بمثل هذا الدور؟ بتنسى حالك انه بعض الاوقات انك انت جورج سيدهم اللي بيشوفك على التلفزيون وفي المسرح؟ مع الناس لا، انا طبيعي جدا 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 مع اي ناس. يعني أنا يعني فعلا دي ما اتغيرتش فيا من وانا صغير. وهل تتاثر بشخصيه شخص عندما تقابله لاول مره؟ لا، انا اتاثر بفكره، يعني اللي اثر فيا المخ. مهما يعني شوف البني ادم لو كان لابس شيك وكل حاجه وبتاع، لكن انا دايما اللي شدني ده، ما شدنيش مش ممكن. استمعت الى حديثك مع زميلة فريدة، ولكن لم انتبه الى مما تخاف بالضبط. لا ده إفيه بقول الجوافه. الجوافه دي فاكهه. تخاف منها ليه؟ لا احنا زمان ساعات مثلا يعني عشان نطرد الخوف من يعني لان الخوف ده ممكن يقضي على اي حد يعني. فنتريق على فلان ده لا ما بيخافش دلوقتي، بس بيخاف من الجوافه. الجوافه دي فاكهه يعني، هي مش خافش يعني. لا ما تخوفش، ده فاكهه. حتى صارت معي في باريس. في الواقع كنت في الاسانسير، وكان في نفس الاسانسير 5 سيدات ومعهن كلابهن، 5 كلاب يعني كمان. فانقطع فينا الاسانسير نص ساعه، فلو كنت مكاني شو بتعمل؟ انا؟ نعم كنت هوهو. أنا كنت لطيف جدا مع الكلاب، وأصبحت صديق لكل هؤلاء السيدات. طب ده أنت حظك حلو، 5 يا عم. سؤال تاني، خليك زي حضرتك زي ما أنت، وهسأل سؤال واحد. طب اتفضل. أيوه. أنا نسيت أسأل الأستاذ جورج سيدهم أيضا عفوا قبل سؤالك فريدة، يا ترى هو بحب الحيوانات، فهل لديك حيوان في المنزل؟ أنا أحب الكلاب. نعم. لأن يعني المخلوق الوحيد اللي فيه الوفاء والإخلاص. يعني أحلى مقابلة ما يعني لا يمكن تلاقي ابنك أو مراتك أو أخوك أو أبوك بيقابلك زي الكلب بتاعك لما بيقابلك ما تدخل البيت.